المجال الجوي في وجه الناقله المغربيه، المنتخب المغربي والجامعه الملكيه المغربيه اللي تشترط رحله مباشره وفتح المجال الجوي على متن الناقله مغربيه من الرباط الى قسنطينه. حسب اخر الاخبار انه الجزائر رفض شرط الجزائر. اعتقد بانه هذا طبيعي، لانه الامر يتعلق بالسياده الوطنيه. الدوله المضيفه تسهل لك المهام على مستوى النقل الداخلي، يعني من مدينه الى مدينه. لما تاتي الى الجزائر وتكون هنا، انا اعتقد بانه كل المنتخبات الافريقيه راح تقوم باسكان كلها تقريبا، ما تجيش في خط مباشر، كلها توقف في تونس، كاين اللي يوقف في باريس وبعدها يلتحق بالجزائر. ما كانش خط مباشر من العديد من البلدان الافريقيه. لماذا يعني الاصرار على انه لازم خط مباشر للحضور؟ اعتقد بانه هذا يعني بحث عن المشاكل، خاصه انه اشقائنا المغاربه سبق لهم وحضروا لكاس افريقيا للشبان في وهران مؤخرا، وجاوا عن طريق اسكال، ما جاوش في رحله مباشره. اعتقد بانه ماش من الطبيعي انه تشترط شروط تعجيزيه لحضور لمنافسه مثل هذه. هل ممكن ان القرار هذا يعرض شيء الجزائر لعقوبات من طرف الكاف؟ لانه المغرب التجأ في الكاف. القرار هذا يعرض المغرب لعقوبات، لانه القرار يخص الجامعه الملكيه. المغرب اذا لم يحضر بما انه قام بكل الاجراءات من المفروض للحضور، فيه قانون الكاف اللي يمنحها من حضور نسخه اخرى وفيها عقوبه ماليه. الجزائر لا يمكنها ان تتعرض لاي عقوبات، لانها هي المضيفه وترحب بضيوفها، بدليل انه يعني الاشهار اللي راه منذ البدايه لهذه المنافسه هي مرحبا، يعني مرحبا للجميع، الجميع مرحب به في ارض الجزائر. لكن البحث عن بعض الشروط التعجيزيه للحضور، ما سمعتش انا حتى بلد افريقي اخر اشترط انه يجي في رحله مباشره الى الجزائر او لا يحضر. يعني شيء من المفروض احنا كاشقاء من المفروض ما نوصلوش الامور كما هذه. باقي رضوان، اخر سؤال في